إلى يوم الدين أما بعد. پیشی دا اذیاگو ويعترض الفاضل الشارحون ورا پیشی دا گو کی دا سما بردو وأما وجود تلك الصور في خارج العقل فماضي غير مجرد، والمادة مانعة من كونها معقولة فضلا عن كونها عاقلة. مادة مانع جبوناوي معقولات شاهد بعقلة، فإذا لا يمكن أن تكون تلك الصورة عاقلة في حال من الأحوال، لكن المعنى الذي كلامنا فيه مسألة هذا أي الشيء العاقل هو جوهر مستقل بقوامه على حسب ما فرضناه. الشيء العاقل هو جوهر مستقل بقوامه على حسب ما فرضناه. إذا قارنه معنى معقول صار قابلا له. الجوهر عاقل كالجوهر مستقلة وقتك معناك معقول برا مقارنة بك ويقافي أب جوهر مستقل أن الشيء عاقل جوهر مستقل صار قابلا له تبقى قابل جبوي معقول يرى يكسب فكان له بالإمكان العام أن يتصور به ويعقله. فإذا الاستقلال بالقوام شرط في كون الشيء عاقلا، فظهر من ذلك أن كل عاقل معقول وليس كل معقول عاقل. مثلا يا ويعترض أبو الشيخ الشارح الفاضل الشارح أو يعتراض كده بتشب يوا بأن الصورة المعقولة الحالة في شيء واحد لا يمكن أن تكون متماثلة. صورة معقولة حالة في شيء، صورة معقولة تشتكي دا واقع بوبن لا يمكن أن تكون، يعني صورة معقولة تشتكي دا مدبك أو أن تشتكي هفدوب بنوكا هفدوب. يعني إنك معقولة تشتكي تتعقل كرنيجي أو معقولة واجد ماهية وانا يكا وكا هفدونين إنك شنقاذي رترن إنك هاريكي بهواكي بشنجا هواكينا يعني جابدك شكل لامتناع جمع الأمور المتماثلة. جميع الأمور يعني جميع هي نفسها والجميع نخوش جمع الأمور المتماثلة يعني تمام أمري وكا ودك بجمع كرني أبيا ممنوع يعني إنه بإمكان نابه يعني قيلا أما التعاقل لك يا قرأت وكا بشكل وسع امتناع جمع الأمور المتماثلة با يك الصورة المعقولة الحالة في شيء واحد لا يمكن أن تكون مواصلة لامتناع جميع الأمور المتماثلة، ولأنها صور لأشياء تختلف بالماهيات. وان صور معقول صور جبوهن كي أشياء كماهية ما جبدك شكي كماهية ما جبدك شك بنوكا هفدونه نوكا هفدون نوارا بهافرا وكا هفدون أنا إنما متماثلة جبل لا بوكا هفدو جنا يدشنجك ماني وحينئذ فإذا هي مختلفة أو صور معقولة في الحالة في شيء واحد بدقشك. وحينئذ مختلف بدقشك بين يمكن أن يكون بعض أولى بالمحلية إنكي جنك أدها أولى تري كبونا وان محل بن
وبعضها بالحالية يعني في حال بن. إنك زي حال بن سورة تضام. فإذا بعضها بالحالية ألا ترى تنابنك تشكي ساد بالي أن الحركة لما خالفت البطء بالماهية. أنا حركات بيجي حركات سريعة هي بطيئة هي متوسطة هي طبي سريع يجي بر سريع هي أورتا سريع مثلا هيدي سريع متوسط يجي بطيء يجي أن الحركة لما خالفت البطء تمشي حركات عامة حركات بطيء يجوان حركات ديجا أن الحركة لما خالفت البطء بالماهية ماهية حركات عام بطء جزء كيجوية صارت بالمحلية حركات بالمحلية أو لا تريجي بطئية هتبقي دا عامة جواب الشيخ أم بدن أو يقول صورة معقولة تشاكي واحدة نوارا إمكانك تاف وكا بالنين شمكي صورة تاف طبلما وكا بدون نايكرني يعني ماهيتي وان شمكي دقي سكن أو جي دقي سكن هنكي بمحليتي هنكي جي بحاليتي daha yakının daha أولاد. والجواب أن كون أحد الشيئين بالمحلية أولى من الآخر يقتضي اختلافهما بالماهية. يعني وقتك يك أولاد تري بمحلية بشيء دمك ماهية ونية كلو ماكو يك أولاد تري بمحلية. يقصد عليه هذا بهفر كذا بمحلي. وقتك يك أولاد تربى دنا ما يتوانيك بجرم تساوي. جرم تساوي ما يتوان كنا يكا دمكي مساوي جيني. أذيا يقتضي الاختلاف بالماهية. أما عكس هذا الحكم عكس أذيا اختلاف ماهيته مقول أن كون أحد الشيئين أولى من الآخرين أذيا يقتضي اختلافا بالماهية عكس أذيا اختلافا بالماهية إجا اختلافا بالماهية بخوذك يك أولى تربى بيكي أذيا فغير واجب. يعني دبكو ماهية مختلف بجي وأولويتها محل تنبه. يعني اختلاف ماهيته هبجي وأولاتيها بمحليته تنبش. تمام. إلى اختلاف ماهيته هبه جرى أولاتيها بحكمها هبه تشكي ستنه. أما أولويتك هبه إلا دمك اختلاف ماهيته هي. طبعا. والحركة تجد تقول والحركة لما خالفت بالماهية صارت بالمحلية أولى. يعني يتقويا والحركة ليست محلة للبطء ثم لاختلاف ماهية حركة بطيئة كحركة عامة بطء خاص وإلا ماهية شف دقش ماهية ندقش بها لكان محلا للسواد أيضا بشتكون محل بطيئة برا محل السواد بها ويا محل تشكيدني كابج يتشكيوسا تشينا تشكيوسا تشينا ليس حركات ليست محلة للبطء شمكي اختلافها ماهيته بل كان البطء أيضا محلا للبطء وكي حركته محلش حركته شمكي بطيبو أشياء حركته بل إنما هي حركات محل للبطء لكون يجب كون بطيء هيئة لا هيئتك حركة يجب هيئة حركة بطيء بونه وكون حركة متصفة به متصفة بطيئة بهذه حركة بطيئة
أني أنا بيجن مساعد بيجن أني تمكي حركة محلنا ليس محلا البطء لماهية كم محل بل كان البطء أيضا وكي حركة محل لا محل حركتها بل إنما هي محل البطء حركات لكونه كون بطء هيئة لا وكونها متصفة بها. وها هنا المسألة فان تعقل هذا التعقل ده لا يمكن أن يقال أحد المعقولين مع تساويهما في النسبة إلى المحل هيئة وصفة للآخر. معنى دفردا إمكان كوبيجن دم معقول ما هنا وهل بيجي مساوية نسبة بالمحل ذنا أما بيجن كيك هيئة وصفة جبو إدرا مع الأسف تشكي وسطني. نعم. وكيف سواء يساتشي به وكل واحد منهما يوجد لا مع الآخر بحسب ماهيته. جوان هادو معقولة يوجد لا مع الآخر هركز موجود دبا نبه بالآخر موجود دبا بحسب ماهيته وبحسب كونه معقولة. يعني بحسب هذا لنا بحسب خويه. فإذا بشتك هكذا بحسب خبا ليس أحدهما بالمحلية أولى من الآخر. يكي بمحلية ضاء أولاتر لنا تجيقو أولاتره. دمكي قوتنا تا نراست. وما تمد. ما قال شارح وإن سلمناه لكن ذلك اعتراف أم قبولناك. يعني كأنبيجن وكونه وكل واحد منهما يوجد لا مع الآخر بحسب كونه معقولا فإذا ليس أحد بالمحلية أولى. وإن سلمناه أن تسيما يكرا ضاء أولى ترى أم قبول كر أم دي أم ناكن كم بكنجي لكن ذلك اعتراف بأن مقارنة الصور لمحلها وللحال معها غير مقارنتها للحال فيها. يعني دبيكي ليس أحدهما بالمحلية أولى من الآخر وإن سلمنا أجان بيا قبولك يكشكي داولته لكن ذلك اعتراف أم قبولك اعترافه بأن مقارنة الصور لمحلها ومقارنة الصور للحال معها مقارنة الصور جبو حالكم دقل صورة مقارنة الصور للمحل وللحال معها غير مقارنتها مقارنة الصور للحال فيها مقارنتها جبو حال الصورة يعني مقارنة الصور المحل مقارنة الصورة حالك بصورة رأي لا مقارنة الصور جوي حالك الصورة شبدك شك يكجي مقارنة الصورة محل رأي محل الصورة يادن مقارنة الصورة حالي كبدقل صورة رأي في رأي ياسسيا ومقارنة صورة جبوي حالك أو حال صورة دابا أفيا جوان دقشك كما لأن الأولين حاصلان مقارنة صورة المحل مقارنة صورة جبوي حالك بصورة رأيية أما والثالث مقارنة بصورة جبوي حالك بصورة تنية. صورات مقارنة بمحل دكن ناكن دكن
صورت مقارنة أبوي حالك بصورتها وايد كناك صورتها با ودوان صورتها با مقارنة بيراي أما مقارنة صورتها جبو حالك أو حال صورتها داي حال تيدا مقارنة كدا بيرا تشيد أو يتمي لأن الأولين حاصلان والثالث ممتنع وفي دفتاجي اعتراف بأن الأولين ومقارنة الصورة لمحلها وللحال معها لا يقتضي كون المقارن عاقلا يعني كم مقارن غير عاقل عقلية ناخذه أولين كم مقارنة سورة محلي إيه دي مقارنة سورة بحالي كم محلي سورة راية أولا هناك ولا اعتراف بأن الأولاني لا يقتضي يعني كون المقارن كيك مقارنة بكرة مقارن قال عقل بتشكي وصل ناخذ سورة بمحل رسولة بحالك بمحل راي أما دمك أبياكم مقارن قال بعقل بناخذ ولا يلزم صحتهما ولا يلزم ولا يلزم من صحتهما صحة القسم الثالث في الخارج الذي ولا يلزم أوصى بمن هي من هي متنا له مسكين ولا يلزم من صحتهما صحتها هذه أول مقارنة سورة بمحل محاضرة سورة حالك المحل ده صحة القسم الثالثي مقارنة سورة جبوة حالك والسورة ده قولوا يا ابو ولا يلزم من صحتهما صحة القسم الثالث في الخارج الذي دوي خارجك هو المقتضي لكونه عاقلا لا يلزم من صحتهما صحة القسم الثالث صحته في الخارج أو خارجك هو المقتضي لكونه عاقلا صحتها هذه أول صحتها فيجك قسم الثالث خارج دا ومقتضي يجب كونه بقسم الثالث وبعقل ما تشكي وسنا خسر تشكي وسنا خسر والجواب أنه لم يستدل من صحة القسمين الأولين على أنه لم يستدل من صحة القسمين الأولين على صحة الثالث دليلان يا صحة هذا القسم الأول قسم الأول كله أسطورة معقولة أسطورة معقولة كون أحدهما أن سؤال المعقولة الحالة في شيء كون أحد الشيء من حالته إلى أن الآخرية اختلاف ما في الميدان ولا تكون عيش ما يصدر سماعي مانه هنيك ما كيف تعبه يجي محل به يجي حال به يجي مقارنة بحال كتيدة أوه إجا قو والجواب أنه لم يستدل على صحة
لم يستدل من صحة الأولين، صحة القسمين الأولين على صحة الثاني. هذو قسم أول هو محل بن سور محل بخوزن إذن كو حالي بخوزن إذنك مقارنة بحالك ببن أو حالي بسورة أضر يعني فردي أول كسعيب دليل أساس حتى إيه صالسة تنهي أنه لم يستدل من صحة القسمين على السادس من الثالث، بل استدل من صحتهما على صحة المقارنة المطلقة. وأبان هدي صعيب دمكي مقارنتها بحالي بمحل رأي أو دخوزه التي أو مقارنتك هي معنى يشترك الجميع فيه. هذه كلام مشترك مقارنة. ثم بين أن أحد الشيئين اللذين يصعب مقارنتهما في محل يقومان به يكجوان هادو تشتك يكج هادو دو تشتكو درست مقارنتها وان في محل يقومان بدجيك هادو الشيء قام بوي محلي ببن أن أحد الشيئين إن كان أو أحد قائما بنفسه كان عاقلا للآخر وذلك كما أجا قائما بنفسه كان عاقلا للآخر لحصول الآخر فيه. آخر تدا حاصل دبا دمكي أبيات دبا عقلي دركوي. واستدل على الجزء المشترك من القسم الثالث. قسم الثالث كم مقارنتها للحال في هاي مقارنتها للحال فيها إجا فيستدل على القسم على الجزء المشترك كالجزء كم مشتركة دليل آنية مشتركة من القسم الثالث كم مقارنتها دليل آنية للسربية بالقسمين الأولين بقهد القسم الأول بمقارنتها صورة محلرة ومقارنتها صورتها جبوه حالك ومع هاي وعلى الجزء الخاص به على الجزء المشترك وعلى على الجزء الخاص به بالفرد الجزء الخاص المشترك كمقارنته خاص وإضافة نسبة محل ببال حالة بيه دليل آنية به وعلى الجزء الخاص به بالفرد تقديره وإلى ذلك بالفي معناه أشار بقوله مصنف إشارة كيف قلتنا أخو أواقت لكن المعنى الذي كلامنا فيه كيف ضربات كيف كل ضربات كيف نرى لكن المعنى الذي كلامنا فيه جوهر مستقل بقوامه على حسب ما فرضناه هذا ضربات كده لكن الرقم سيصد نوت ديادا دويد دمتنيدا دوي لكن المعنى الذي كلامنا فيه جوهر مستقل بقوامه على حسب ما فرضناه جبكو تبقى بين تعقل كره واعلم أبي بزان أنه كان لم يحكم بامتناع القبول فيه على كل ما لا يكون مستقلا مطلقا والمعنى الذي كلامنا فيه جوهر مستقل بقوامه على حسب ما فرضناه أنه لم يحكم بامتناع القبول فيه على ما لا يكون مستقلا مطلقا ما قو كلامنا في الجوهر مستقل بقوامه ويقابل تعقل دكه أما
أنه لم يحكم بامتناع القبول فيه على ما لا يكون مستقلا، أو جوهرنا مستقل بكم قبوليته إذا ممنوعة بحسب فينك، بل حكم بذلك حكم كر بقبوله على أحد الشيئين لا اختصاص له بالعلة القابلة ولا للآخر بالمقبولية. حكم كر أنه لم يحكم بامتناع القبول فيه يكون قبوله إنا مستقل، جوهرنا مستقلة. نكره كنبو تكد ودا قابلية شينابه، لم يحكم بامتناع القبول فيه على كل ما لا يكون مستقلا مطلقا. كالوالي حكم لك، بل حكم بذلك بامتناع على أحد الشيئين لا اختصاص له بالعلة القابلية ولا للآخر بالمقبولية. دليل سر يكي يفضل اختصاصه بعليه فقابليتنا قابليته يتنبه إذن يكاكو مقبوليته يتنبه. الدليل سر بانانية قابليته مقبوليته مستقل نبا قابليته مقبوليته جتيتنا. بل حكم بذلك على أحد الشيئين لا اختصاصه بالعلة القابلية ولا للآخر بالمقبولية، وإلا فالقوى الحيوانية عنده الجمع عنده مدركة لما يحل معها في محلها. قوى حيوانية جي فالقوة الحيوانية عنده مدركة لما يحل معها في محلها. يبوي ما يحل معها بقال قوى حيوانية في محلها تجي خذك واقع دبا جويرة إذاك وهي حيوان وتجي قوتش تقول قرأ جوهري تبه جوهري مستقل بقوامه به وفينا مستقل بقوامه يعني لا اختصاص له بالقابلية ولا للآخر بالمقبولية، وإلا فالقوى الحيوانية عنده مدركة لما يحل معه وفي محلها أظن قابليته ولا مقبوليته. سيدة غزير السري ويعترض بالصيانة شو أنت سيرة صار اسمها يا والله تجي الفصل 21 والله باريس سبب في بحر سبين كده حادثة بالكذبين مخستيان. واعلم ويعترض أيضا على قولي كان لو بالإمكان جعله متصورا داوية كلام ده لكن المعنى الذي كلامنا فيه جوهر مستقل بقوامه على حسب ما فرضنا، وإذا قارنه معنى معقول كان لو بالإمكان جعله متصورا. كان لو بالإمكان جعله متصورا. احتراف فيداجي بأنه احتراف بأن تصور العاقل للمعقول أمر وراء المقارنة. كان لو بالإمكان جعله متصوران يعني تصور عاقل معقول رأى أمركي دربا مقارنته. وعند ذلك واخترت أمر وراء المقارنة به يسقط أصل الدليل. الدليل وأمر بمقارنتك دليل سر مقارنة حالي محلي نورا دليل سر فانات إجا وقتك تصور عاقل معقول وراء مقارنته به كوكا دليل مسألة دركت إجابة خرخرة. والجواب أن المعنى المعقول قد يقارن الجوهر المستقل بقوامه كالعقل الهيولاني. معنى معقول جانا جوهر المستقل بقوامه
ده مقارنته يجي كالعقل الهيولاني مم. أن المعنى المعقول قد يقارن الجوهر المستقل غير مجرد مم. أو جوهر مستقل ينكو مجرد بل مع الغواش الغريبة مم. تبي أوان أكلمي وي غريب جي جزائي ويجي مثلا تبي وان العقل مم. سما إنه مم. معنى معقول يصير مجردا بحسب استعداد ما لذلك الجوهري تامه نعم. معنى معقول دقرا مجرد بحسب استعداده وماي ولذلك الجوهري جوي جوهري رهاية حيدرة وش مجردتي رهاية تنه ويصير الجوهر بتجرده عقلا بالملكية مم. دوريه مالي ويصير الجوهر بتعقله بتجرده دبا عقلا بالملكة دبا عقل ملكي يعني عقلك خوري دايا مرد قوة معرف دايا إيجاد معرف أيوة. فإنما يكون هذا الخروج من القوة إلى الفعل بالإمكان كتك ببا عقل ملكي أبيا إنما يكون هذا الخروج من القوة قوة إمكاني درتد إلى الفعل بالإمكان مالي إلى الفعل بالإمكان الخاص ببال فعليا أطب بإمكان خاص درب الودرين فحكم الشيخ بالإمكان العام في شيء يقول إمكان عام الصحيفة دا أواقو إذا قارنه معنى معقول صار قابلا له فكان له بالإمكان العام أوسع مالي سينا وإنما يكون هذا الخروج من القوة إلى الفعل بالإمكان الخاص بإمكان عام فحكم الشيخ بالإمكان العام وتكون هذه السورة أيضا داخلة في جبك أبي السورة أو داخلة بني معقولة ببه ولا يلزم من ذلك مغايرة التعقل للمقارنة مالي تعقل مغايرة التعقل مقارنة مغايرة وسلازمنا بل يلزم مغايرة المقارنة مقارنة مع الغواشي للمقارنة المجردة تعقل مغايرة تعقل مغايرة لازم نايل تشتكي لازم تي مغايرة مقارنة بوان اكلمك جبونا مع يلزم مغايرة المقارنة مع الغواشي مغايرة وجي للمقارنة المجردة Evet. Tamam mı Seyda? ها Tamam mı? Bas sen. اهلا وسهلا Estağfurullah.